يتحمل الواحد مسؤولية ويكون قد صعب، وكل مرة عندي أغنية. استوقفني خبر جميل جدا. لأكثر من 60 سنة كانت هي القوة الناعمة على شاشاتنا. كل شيء لأولادي. صوتها الرخيم بيقدر يحرك جبال، ونظرتها بتختصر 1000 قصة وقصة. من أدوار الملكات إلى دور الأم الطيبة، هي الأيقونة يلي ما بتشبه حدا. لكن ورا كل هالمسيرة في أسئلة ما بتنتهي أبدا. مين هي منى واصف فعليا؟ هل هي مجرد فنانة؟ ولماذا تم تعيينها سفيرة للسلام؟ أم هي كما يصفها البعض شبيحة للنظام البائد؟ أعطونا لايك للحلقة ودعوة من قلبكم لأخواتنا المستضعفين بكل أنحاء العالم، بما أنه مو هالشي صعب عليكم يعني. بداية، ما في فنان وصل لهي المرحلة من النجومية بدون ما يكون محاط بالضوء أو بالظلام، ومنى واصف للأسف كانت هدف لهجوم شرس. تعليقات على الانترنت بتوصفها بالشبيحة وموالية للنظام البائد، وهي الكلمات مثل الرصاص بتستهدف فنانة قضت عمرها تزرع الفن والجمال. الحمد لله. بس إذا سمعنا كلامها يلي حكيته عن الوطن، الوطن ما بتزعلي منه، بتزعلي عليه. هي أولا. والحروب اللي صارت بأي وطن بالعالم بتصير، والشيء اللي صار وين ما كان بيصير، وبتتغير الأيام وبتصير أحلى، وحتى نحن منروح بس بيضل هذا الوطن، هذا بده يضل يبقى الوطن. لكن يبقى الوطن. ما في يعني نقرا التاريخ، ما بدها شيء يعني، قرينا التاريخ وبنعرف الوطن هو شو بدي اقول لك، حنان، عش عصافير، بحر، مي، شجر، سنديان. بعد ما سمعنا كلامه إذا غصنا فيه منفهم إنه بتقصد ما في أي حدا ممكن يخلد، لا رئيس ولا مواطن، كله رايح وبالآخر ما بيضل إلا الوطن. كلامه فيه عمق بس بده ناس تستوعبه. في خضم كل هالضجيج السؤال الأهم، هل كان لديها أي مواقف تذكر تجاه الثورة السورية؟ حتى لو من بعيد. الجواب بكل بساطة صعب ومربك. مواقفها كانت دائما تحت مظلة حبها لوطنها. هي لم ترفع لافتة، لكنها رفعت اسم سوريا في كل مكان وكل بودكاست وكل مقابلة. هذا هو موقفها الوحيد يلي منحسن نتذكره. قصتها بدأت من خشبة المسرح. منى واصف بدأت نجمة مسرحية، صوتها بيملأ الصالة وحضورها طاغي. زين؟ نعم. سؤال. تفضل. بس ما فينا زعل. لا أبدا. انت حلوة ولا هيك شكلك؟ والله أنت شو رأيك؟ أنا رأيي أنت وحدة بوحدة للأرض. ومن ثم جاءت الشاشة الصغيرة والكبيرة لتتحول هذه الفنانة إلى أيقونة. أدوارها ما كانت مجرد شخصيات، كانت دروس لبعض الفنانين والممثلين وللمشاهدين أيضا. أنا ناهد عمران. دورها كناهد عمران في مسلسل الهيبة كانت ملكة بتتحرك على شاشة التلفزيون. ما في حدا ما حب شخصيتها ولا حدا انتقد تقديمها. لو سألناها شو بتحبي بتقلك الحياة. إني شفت الحياة بحلاوتها ونجاحها وفشلها وكل شي فيها. أنا بحب الحياة وبحب السماء، بحب الأرض، بحب الناس. أنا عندي فيني شي جواتي بحب أكتر ما بكره. ما بعرف إذا هي بس هي نعمة من عند رب العالمين وبحمد. لو سألتها عن أمنياتها بتقلك يرجع لي ابني. ناقصة بحياة منى واصف. إيه، شو هي؟ يرجع ابني. بعد مسيرة فنية عظيمة
جاء التكريم الذي يليق بها، وهند قبوات قبلت يديها على الهواء. منى واصف تلقب بسفيرة السلام في العالم. هذا اللقب ما بيجي من فراغ. الصراحة منى واصف بكل إنسانيتها وعواطفها وحنيتها ومواقفها الحلوة ممكن تستحق التقدير والتكريم. فنانة قديرة وموهوبة، بس يبقى هذا اللقب سفيرة السلام يبقى لقب مجازي لفظي بس، لأنه ما في سلام بالعالم لحتى نحط عليه سفراء. أنا هيك شايف. من قبل كانت سفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة في عام 2002. يعني هي مش اليوم سفيرة، هي من زمان كانت سفيرة للخير. والتكريم اللي صار من جديد، التكريم هذا بيأكد على أنه الفن الحقيقي بيقدر يوصل رسالة أعمق من الكلام، رسائل محبة وتآخي. وهذا هو السبب الحقيقي وراء تكريم منى واصف. منى واصف السنديان الدمشقية ليست فقط أيقونة درامية، بل إنسانة عفوية جدا ومرحة خلف الكاميرات. في كتير مواقف إلها طريفة يمكن ما شفتوها. بتذكر إلها مقطع كانت بتصور في أحد الأعمال وطلبت من المخرج يوقف التصوير ويعملوا استراحة عشان خرمت على كاسة متة. وفي إلها مشهد بتحكي نكتة بمقابلة خلت المذيع ينفجر من الضحك. ففي مشهد الله يرحمه خلدون مالح هو عم يعمل العمل، ففي مشهد لما بيستقبل اخي الحقيقه انا قال لي الاستاذ خلدون اشتغلت لي بس كلمتين ثلاثه لبين ما يوصل للكنبايه ويقعد. هي شيء هذا تكفني وتقبرني وتطلع على قبري، وهذا ان شاء الله بيقبرني هالطول. عم اصورها وقف دريد الحامل قال لي منى بشرفك بايمانك بدينك ما لقيتي غير طولي تحكي. هالمواقف البسيطة بتفرجيك انه ورا كل هالقوة اللي منشوفها بأعمالها وجبروتها على الشاشة في إنسانة عادية بتحب الحياة وبتضحك من قلبها وحنونة وعاطفية. لقبوها بالسنديان الدمشقية يلي ما رح تتكرر. مسيرتها مش بس أدوار، هي تاريخ من الفن والإنسانية. هي فنانة قدرت تضل نجمة رغم كل الظروف، وقدرت كمان تكون سفيرة للسلام، لأنه الفن بحد ذاته هو أكبر رسالة سلام. بالنهاية ما فينا نختصر تاريخها بكم كلمة، لكن فينا نقول شكرا منى واصف. واحدة شامية حتى العظم. عرفت شلون؟